نقولها بفن. قول فور بلايند. نتعلم، نتغير، نتطور. نتعلم، نتغير، نتطور. اهلا بيكم حلقه جديده من نقولها بفن. ضيفتنا النهارده فنانه كلنا بنحبها، هي جزء من تاريخنا الفني، دايما بتقدم ادوار راقيه، دايما صاحبه رساله توعويه. علشان كده كنا حريصين انها تشاركنا في رسالتنا التوعويه ان الشخص الكفيف قادر يتفاعل مع مختلف فئات ومجالات المجتمع. ضيفتنا الفنانه الجميله انوشكا. انتوا بتسمعوني معاكم مؤمن مصطفى. استاذه انوشكا منورانا في نقولها بفن. منور بوجودك انت يا مؤمن والله. خليني ابتدي معاكي كده بسؤال، هل تعاملتي مع حد من المكفوفين؟ هما في 2 طبعا. حد مكفوف ولكن هو ما هواش بلايند تماما، ولكن يعني الرؤية مش ضعيف بصر يعني سهلة قوي. ضعيف البصر، ضعف في الابصار. وفي طبعا زميل انا اشتغلت معاه موزع موسيقي وعازف معايا، وانا دايما بقول عليه البيه. هو البيه بالنسبة لنا احنا، ومثلنا الاعلى استاذ الكبير عمار الشراعي يعني. الله يرحمه طبعا. ده يعني مثل اعلى لينا كلنا يعني. طيب، من خلال التعامل ده، هل قبل ما يحصل تعامل كان عند حضرتك اعتقاد او تخوف او صورة مثلا الشخص الكفيف؟ لا خالص. بص، انا هقول لك حاجة يا مؤمن. انا كأنوشكا دايما بقول ان اتعلمت ان كل واحد فينا ربنا بيديله يعني قدرات خاصة، مواهب قدرات معينة او حواس معينة. فالاكيد انه كل حواسك ما بتبقاش بنفس القوة. اكيد. لو مثلا الشخص بيبقى كفيف في نظره، ممكن جدا يبقى قوي جدا في جزء تاني، في حاجة تانية. ولكن تعاملي معاه ما بيبقاش علشان عنده نقص في حتة، بل بالعكس انا بتعامل زيه. هو ممكن جدا يكون عنده مشكلة في العين، انا ممكن يكون عندي مشكلة في الايد او في الرجل او في السمع او فاهمني ازاي؟ فدي خلقة ربنا بتبقى كده. فكلنا بعتبرها كلنا سواسية، وكل واحد بيبقى له احتياج معين. فلو الواحد او انا عن نفسي احب ان اللي يتكلم معايا بالراحة، ما يعليش صوته. حد تاني بيكون ما عندوش المشكلة دي، فاهمني؟ انت عارفه حضرتك دي رساله، طبعا اسف بدون قطع كلام حضرتك، بس دي رساله مهمه جدا. ودايما احنا من اهدافنا التوعويه، يعني احنا عملنا سكتش يعني في الاحتفاليه بتاعتنا بمناسبه مرور سنه على تاسيس التيم، ان نتعامل مع الشخص الكفيف بناء على قدراته مش تعاطف. ممكن عادي يكون شخص كفيف صوته وحش، ممكن يكون شخص كفيف ما بيعرفش يعمل الحاجه الفلانيه. انت لما تقول له هاي انت كده بتضره. مش حكاية كده، كمان حكاية انه هو عنده حاجة انت ما عندكش، انت عندك حاجة بالزبط. هو ما عندهوش. هي فيها بتبقى عادة فيها تكملة، بس ده في المقام الاول بيرجع لتربية الشخص، بيرجع لتربية الاسرة في حاجة زي كده. بس لو ارجع لمرجوعي الاول لسؤالك، طريقتي انا ما كنتش اعرف. يعني لما جينا تعاوننا مع او تعرفت على الاستاذ الكبير عمار الشراعي، الأستاذ عمار كان كفيف، ولكن يعني لا يمكن انك تقول عليه كفيف، وانا بأكد لك لا يمكن تقول عليه كفيف، لانه هو اولا كان بيشوفنا من جوانا. يعني انا مش بقول كلام لان احنا اذاعه. لا استاذه ميرفت الافاق يعني قالت الجمله دي، قالت انا كنت بتكلم معاه وبنسى انه كفيف يعني. لانه هو كان بيخترقنا. يعني لو انا قاعده قدامه، مش هقولك هو عارف اللون اللي انا لابساه، لا مش قصدي على كده. هو كان عنده من القدره والقوه ان هو يعرف ويشوفك من جواك. من جواك، هو شايفك من جواك.
هو عارف لو انت بتكذب دلوقتي، لو انت خايف دلوقتي، لو انت متردد دلوقتي، لو انت بتقول حاجة وبتفكر في حاجة تانية. يعني هو كان ثاقب، مش ان هو بيشوفك ويقولك انت لابس البنطلون كذا والقميص كذا، لا، اقوى من كده واعمق من كده بكتير. زي ما بقولك كان بيشوفنا من جوانا. وحصل برضو موقف ان كان بيدور على سلك معين، فهو بيقول لي السلك اللي لونه كذا، اللي عليه رقم كذا، عليه مش عنده المعلومة، يعني عنده عايش التفاصيل ايوه، كلها. هو عارف التفاصيل، وخصوصا لما كنا بنكون في استوديو. انا طبعا خوفا مني ان انا بدوس على اسلاك كهرباء في التسجيلات وحاجات، هو كان بكل بساطة يحط ايده ويطلع السلك اللي هو عاوزه. طيب لو مثلا هل السلك لونه مختلف؟ لا، هو كلهم رمادي او كلهم سود، بس هو عارف ازاي يجيب السلك ده من المكان الفلاني. والحقيقة ان هو مش هقولك ان هو كان بيشوف طشاش، لا، هو كان كفيف، ولكن كان قادر. ما كانش عنده حاجة اسمها كلمة مستحيل، ده مش محطوطة عنده. لا لا، مش محطوط عنده. ولو اتعلمت انا شخصيا منه، ما فيش حاجة اسمها ما اعرفش اعملها، ما اقدرش اعملها. الجملة دي ما كانتش موجودة. نفس الاسلوب ده مع زميلي اللي بعتز بصداقته جدا. احنا كلنا كاعضاء فرقة لما بيشتغل معانا فاحنا بنسميه ب. البيه جه والبيه راح. حتى وانا بقدمه على المسرح كعازف وعضو من اعضاء الفرقة لازم اشير عليه بالبيه، لانه هو قمة الالتزام. يعني لو قالك انه في كتابة نوت، ودي حاجة لازم الواحد يشوفها، رغم مشكلة النظر ورغم ضعف النظر، ولكن لما يقول أنا هسلم الورقة اليوم الفلاني، ده اليوم الفلاني ده الحاجة خلصانة، وتأكد. يعني لدرجة ان احنا كنا دايما بنقول مين قال الكلام، البي اللي قال الكلام ولا في مين قال الكلام. اما يقولوا البي قال الكلام يبقى انا عارفه ان هو لو قالك انه هيسلم الورق بكره يبقى هتتسلم بكره. ولكن الواحد فينا بيبقى عنده قوه شخصيه وعنده اصرار على النجاح، لان احنا اتولدنا كده واتعلمنا انه لازم علشان الواحد ينجح لازم يصر على النجاح. انما لما بقارن الاصرار اللي عندي بالاصرار والمثابره بتاع اي شخص كفيف ناجح في شغله، للامانه انا اللي بتعلم. لانه اولا ما فيش no for an answer، يعني ما فيش حاجه اسمها لا دي تتقال عند حد تاني. ما فيش حاجه اسمها لا ما يقدرش. عارف ازاي؟ برضو من الزملاء عند الاستاذ عمار، زميل له كان اسمه الاستاذ ابراهيم، برضو كنت بتعلم منه خفة الظل والمداعبة. يعني لما كنت ببقى متضايقة نفسيا في ضغوط زي ما كل واحد فينا بيقع في ضغوط، فكنت احب اكلمه، يقعد يناكف فيا ويدلع فيا عارف ازاي؟ فنقعد نضحك شوية، وبعد كده الواحد بيقول الحمد لله، لانه ربنا بيقسم لكل واحد فينا حاجة. انا عندي حاجة انت ما عندكش، وانت عندك حاجة انا ما عنديش، بس اتعلمت ازاي ابص. والبصة مش معناه السطحي ان انا ابص واشوف، لا، انك انت لما بتبص البصة التحليلية بقراية الامور. ايوه، البصة التحليلية لقراية الامور العميقة النفسية من داخل الشخص. الله انا اتعلمت ده. ما ينفعش تبقي معايا وما حيكيش على دورين انا الحقيقه بحبهم جدا لحضرتك. الدور الاول وهو راجعين يا هوا. حبيت في حضرتك قوي دور الام وخوفها على اولادها
واحساسها، وخصوصا مع سلمى ابو ضيف اه الازمه اللي اتعرضت ليها. والفيلم التاني القريب جدا لقلبي واللي بحب اتفرج عليه كل فتره هو وش في وش. وش في وش ده انتوا عملتوا كلكم الحقيقه بلا استثناء حاله. يعني انا فعلا بحب اتفرج على الفيلم ده كل فتره، لازم اتفرج عليه، لازم اشوفه. طب اقول آه، لك حاجه، انه في ناس، انا مش بقول الكلام ده، انا اوكي ده شغلي وكل حاجه، ولكن انا بتفرج وبضحك. آه، جدا. انا بضحك لان في الاخر خالص البطل في هذا العمل هو الحوار بالظبط. والمخرج، النية بتاعت اللي اشتغلوا كلهم يعني. لا، كلنا. وحضراتكم ناقشتوا قضيه بشكل مختلف. يعني قضيه الخناقه ما بين الزوجين هي موجوده وبتحصل، بس انتوا ناقشتوها بشكل ووصلتوا رساله. يمكن الناس بتشوف الجانب الكوميدي بس، او المواقف اللي بتحصل، او يعني ايه عيلتين قاعدين طول الفيلم بيتناقشوا في بيت. فلازم احيي حضرتك بجد على الدورين وعلى كل ادوارك الحقيقه، لان انا قلت في المقدمه فعلا حضرتك بتقدمي رساله وفن راقي، ده اللي احنا بنبقى محتاجينه. انا بعتبر انه قد ما انا ببقى مبسوطة بالادوار، بس في نفس الوقت برضو بلاقي انه الكل بيحطني في زاوية الام او الحما اللي بتنكف في مرات ابنها وجوز بنتها. اغلب ادواري اللي انا اخترتها كانت كده، بس عادة انا بختار من اللي بيتعرض عليا، امم. فما اقدرش اقول انه بيتعرض عليا حاجات كتيرة او انماط مختلفة فانا بروح لده فقط، ولكن الاختيارات ما بتبقاش سهلة قوي. فكرة راجعين يا هوا او حلاوة الدنيا او وش في وش او نجيب زي زركش، اللي هي الام اللي دايما بتخاف على ابنها او بنتها، ده نمط حياتنا. امم. انما انا اتمنى ان اقدر اقدم افكار او انماط مختلفة. يعني انا بلاقي نفسي في الافلام الاجتماعية جدا امم. جدا، واتمنى ان المخرجين يخرجوني من الزاوية دي. يعني احب جدا، يمكن انتوا حابين راجعين يا هوا لانه كانت فيها سنة شقاوة ما بيني وما بين الفنانه وفاء عامر. زميلة وفاء، على اساس ان احنا طول الوقت بنتخانق. امم. وكان في مقولة، مش مقولة، في حد كان كاتب على الفيسبوك، لو الاتنين دول فضلوا يتخانقوا مع بعض من اول الفيلم لحد من اول اخره احنا المسلسل لاخره. مستعدين. لا هو كان بيتكلم على فيلم، انه هو اه. عاوز اه. ان احنا الاتنين نعمل فيلم تمام. ونفضل نتخانق. هو بيقول لو الفيلم الاتنين دول فضلوا يتخانقوا مع بعض من الاول للاخر فاحنا قابلين. فطبعا بالظبط، احنا كلنا يعني حبينا الحاله فعلا يعني. حابين الخناقات. لان كمان حضرتك كنت واخده ستايل وهي كانت واخده ستايل تاني. مختلف. بالظبط، فالموضوع كان دمه خفيف. الفتره الجايه هنشوف لحضرتك ايه ان شاء الله؟ والله بص، الفترة الحالية أنا رمضان السنة اللي فاتت ما كنتش متوفقة في حاجة، رغم إن اللي اتعرض لقيت إنه تكرار، فما حبيتش أكون قدام الناس بنفس الشكل. فرمضان اللي فات كان عندي متسع من الوقت، بما اني ما كنتش بصور كان عندي متسع من الوقت اني اهتم بالسوشيال ميديا واهتم بالجزء الغنائي اكتر، اهتم بحاجات كانت متراكمة عليا، وده اللي انا بعمله في الفترة الحالية. السوشيال ميديا اهتميت وفي تفاعل جميل جدا مع الجمهور. انا اللي بتفاعل على الانستجرام بالذات، وبعدين اختيار الاغاني، لانه للاسف في ناس فاكره ان انا بعدت. انا ما بعدتش عن الغنى، والدليل على كده صالون انوشكا انه كان برنامج غنائي، ولكن نوعا ما التمثيل اخدني. فلما بتقعد تصور 16 17 ساعه في اليوم، اكيد مجهود طبعا. مجهود، ما يبقاش عندك نفس تخش غنى. يمكن الفترة دي اهتمامي الأساسي أكتر بالسوشيال ميديا وبالغنى. جميل جدا. واكيد طبعا كل جمهور حضرتك بيتمنى لك دايما كل التوفيق، وفي انتظار اكيد اعمال حضرتك اللي دايما قريبا لحفلة ان شاء الله، قريبا ان شاء الله.
ان شاء الله بالتوفيق دايما لحضرتك. طيب هروح مع حضرتك لجزئيه الاعمال السينمائيه والدراميه اللي اتكلمت عن ذوي الاعاقه البصريه، سواء شخص كفيف او بتناقش بشكل مباشر قضيه خاصه بالمكفوفين. شايفه الاعمال اللي اتعملت في مصر اضافت للكفيف بصوره ذهنيه ايجابيه، يعني اتكونت عنه صوره ذهنيه ايجابيه ولا سلبيه؟ طبعا هو اكيد وفي، بس بشكل عام شايفه الاعمال اضافت للكفيف ولا ضرت؟ لا، ضرته لا، انما ما فيش اعمال كتيرة، والدليل على كده انك انت لو جيت عديت عدد الاعمال عن المكفوفين او ذوي القدرات الخاصة ما تلاقيش كتير. شايفه ان يكاد احنا يكون محتاجين الملف ده نشتغل عليه بشكل اقوى من كده شويه؟ طبعا لسبب انه في مشاكل نفسية غير مرئية، مش بس للمكفوف، للبني ادمين نفسهم. امم فما بالك بقى للمكفوف. المشاكل دي لازم تطلع، لازم تناقش، لانه ممكن جدا يبقى واحد مكفوف ولكنه منطلق، انما ظروف مجتمعه وجهله، جهل المجتمع ما بيديلوش الفرصة ان هو ينطلق ويعيش الحياة بشكل عادي. يعني مثلا لما بنروح الحمامات، في اي حمام بتلاقي فيه حمام الحجم بيبقى اكبر لذوي الاحتياجات، ولكن واحنا رايحين مثلا طالعين اتوبيس، واحنا راكبين قطر، في احتياجات معينة. حضرتك تتكلمي عن الاتاحه وتوفير الاتاحه بشكل كبير للمكفوفين في مصر، بالظبط كده، وذوي القدرات بشكل عام طبعا. بالظبط كده. وانت طالع لمصلحة حكومية، سي انك انت ما انتش مكفوف ولكن عندك اعاقة في رجلك، مش عارف تطلع السلالم، يعني الحاجات دي كلها المجتمع ما كانش بيدي اهتمام بالقدر الكافي الا بعد اهتمام سيادة الرئيس طبعا. ودي حاجة ما حدش يقدر ينكرها. بالظبط خالص. خالص. في وعي اكتر. احنا محتاجين مساحة الوعي ده يبقى اكبر من اللي احنا فيه، لان لو طلعت سلالم، طلعت رصيف، احتياجات معينة في الشارع، ساعات بلاقي حد بكرسي عجل كهرباء، فاهمني؟ اولا بحترمه جدا لانه رغم صعوبة الحركة ولكن أصر على أنه يلبي احتياجاته الشخصية بطريقة شخصية وبنفسه وبيعملها وبيشتغل. فإحنا محتاجين زي ما بقولك، محتاجين نفهم ونوعي الناس، نوعي الأطفال بالذات، لأن الأطفال أنت بتغرز المفاهيم من وهم عيال صغيرين. بالظبط. دي من النقاط، ومن اقرب الطرق اللي احنا نقدر نغرس بيها المفاهيم. انا بتفق معاك تماما، فكره الاعمال الفنيه. يعني حضرتك كمان ركزتي على جزئيتين في منتهى الاهميه، الاتاحه وتوعيه الاطفال. يمكن انا بتفق مع حضرتك ان حتى الاعمال الفنيه اللي اتعملت عن المكفوفين ما كانش فيه تركيز مباشر على قضايا بالشكل ده، زي الاتاحه، زي استخدام الكفيف للتكنولوجي، زي توعيه الاطفال. الحقيقه كلها يعني مفاهيم وقضايا مهمه لازم الفتره الجايه نركز عليها. لازم تتركز عليها، زي مثلا فكره اجهزه البريل. مش كل الناس فاهمه الجهاز بيعمل ايه وبيتصرف ازاي، او مش كل الناس بتستجيب لطريقه المعامله لدمج ذوي الاعاقه البصريه طريقه بريل. وكمان حضرتك برضو اشرتي النقطه مهمه، ان بقى في ربط كمان ما بين طريقه بريل والتكنولوجي، وده شفناه بشكل واضح من خلال اجهزه بريل التكنولوجيه. الحقيقه خلت الكفيف خلاص كمان مش شرط ان هو يعتمد على الاسلوب الورقي. انا من خلال جهاز عادي تكنولوجي بقدر ان انا اقرا برايل، بقدر ان انا اكتب، بقدر ان انا ادخل على الانترنت. فالموضوع بقى فيه تطور هايل، وفعلا بقى فيه سهوله اكتر كمان في فكره دمج ذوي الاعاقه البصريه. ايوه ده صح. ولازم زي ما بقول انه دي حاجه لازم يعني ده جهاز لازم يبقى في متناول الجميع ذوي الاحتياجات، انما ما تبقاش، مش المفروض انها تبقى غاليه، المفروض انها تبقى في متناول ايد الكل ايا كانت
الاحتياج ايا كانت الاعاقه، سواء مثلا اطراف صناعيه، سواء كان كرسي كهرباء، سواء كان اجهزه برايلو او ايا كان. الاجهزه دي التعويضيه تكون متوفره لذوي الهمم. بالظبط كده متوفرة، وزي ما كل حاجة بتبقى بالتقسيط، ما لازم تبقى في طرق للمساعدة، مش بس ان احنا نعمل رصيف او جهاز معين بتنزل من في عربيات بره في بلاد الفرنجة يعني، اتوبيسات تبص تلاقي ان في مكنه او حته معينه بتنزل، وعلشان لو في حد عنده بالظبط، نبدا كرسي نشوف ال عجل ال 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 مثلا الماكينات البنكيه بره كلها متوفر فيها قارئ الشاشه، بحيث ان الكفيف يقدر يعتمد على نفسه. واحقاقا للحق يا استاذه انوشكا، طبعا هنشير تاني ان طبعا فخامه الرئيس دايما بيؤكد على اهميه الدمج واحتفاليه قادرون باختلاف اللي بنشوفها كل سنه. بدانا نشوف حاجات في مصر، يعني بدا بعض البنوك يبقى موجود الماكينات اللي موجود فيها قراءات الشاشه، بحيث ان ذوي الاعاقه البصريه يقدروا يعتمدوا على نفسهم. كان الاول مثلا في شويه صعوبه ان الكفيف يقدر يتعامل في البنك وان يعمل حساب بشكل طبيعي، واللي يقدر يستخدم الابلكيشن الخاص بالبنك. لا، بدانا نشوف ان ده بقى متاح. لسه في صعوبه، للاسف في بنوك ممكن لسه التوعيه مش واصله ليها بالشكل الكافي، لكن بدانا كمان في مصر نشوف ده. لكن طبعا لان فخامه الرئيس مش هيعمل كل حاجه، هو في النهايه منظومه بتكمل بعض، لازم الجانب لا، التوعوي. وغير كده انه هو ألقى الضوء، بالظبط. ألقى الضوء يعني في نقاط الفكر الخاطئ كان يعني سبب لعدم الاهتمام. اصل فلان لا اصل ما يقدرش، لا يعني ايه ما يقدرش؟ ما اديله فرصة وهو هيقدر. بالظبط. والدليل على كده انه ذوي الاحتياجات لما بياخدوا فرصة على حسب قدراتهم بيعملوا انتاجات كويسة للغاية، بيعملوا انتاجات وبيعرفوا يصنعوا حاجات، بيعرفوا يشتغلوا في حاجات مختلفة، بتبقى النتائج في منتهى الجمال. ما اقدرش انكر ان كل ذوي القدرات الخاصة كلهم واخدين حقهم، ولكن ما نقدرش ننكر كمان ان في نسبة لا بأس بها ابتدت تاخد بالها انه يا جماعة الدمج ده في منتهى الأهمية. يعني ثقافة مجتمع، زي ما احنا عندنا ثقافات خاطئة، بلاش يعني مش هقول لك لذوي الاحتياجات، انما احنا عندنا في مجتمعنا على ابسط حاجة، كمية الزبالة اللي بنرميها يمين وشمال، كمية الركش الحاجات اللي خلاص الواحد بنى بيته، وكمية الركش والزبالة اللي مرمية في الشارع. المفروض عربيات الزبالة تيجي تلم، محافظة تهتم بالجزئية الجمالية، يعني مش كل وقت. بلاش ثقافة انك انت تعمل الواجب اللي عليك بدل ما تسيب مسؤولياتك على حد تاني. يعني دي ثقافات المفروض ان احنا نغيرها في مجتمعنا، اذا كنا هنقول المجتمع اللي هو ما عندوش نقص في قدرات معينة، فما بالك بقى الثقافة تجاه هذه الفئة من انا مسمياهم الاذكياء، لان كل مرة بتعامل معاهم. وانا طلعت على المسرح وعملنا حفلة كاملة في حفلة اولادنا، كان على المسرح مع دكتورة سهير عبد القادر. ايوه، كان أكيد بنوجه ليها معايا كل التحية طبعا. كل التحية والتقدير. كان معايا هدير هديل ماجد حضرتك تقصد؟ ايوه، وخالد وارساني، والثلاثة كانوا في منتهى الجمال على المسرح. على المسرح يعني. وانا في فترة البروفات، احنا كان عندنا بروفات مع بعض علشان تنفيذ العمل على المسرح. بصراحة الانضباط والشغف اللي انا لقيته منهم هم الثلاثة، انا ببقى دايما شغوفة ان انا اكون على المسرح، ولكن لما بتلاقي اللي جنب منك حضرتك لقيتي شخص بروفيشنال بيتعامل، مش شخص جاي بالزبط. لا، هو شخص بيتعامل باحترافية.
وعنده شغف وعنده احترام لخشبة مسرح، وواقف على خشبة المسرح وهو عارف ان دلوقتي لازم يدخل المسرح. يعني هو عمال يقول استنوا، ده اللي انا هخشه، لا دلوقتي هدي لي اللي هتخش، لا خد بالك اعمل مش عارفه ايه. يعني قيادة المسرح كانت من عندهم مش من عندنا. هايل جدا. يعني الحقيقه رسائل توعويه الحقيقه قدمتها النهارده استاذه انوشكا، اكتر من نقطه اتكلمنا فيها، والحقيقه ده الحوار الراقي اللي احنا دايما في نقولها في فن يعني بنسعى اليه. الحقيقه يعني انا مش عايز اطول على حضرتك اكتر من كده، ويا رب يكون الحوار كان خفيف على حضرتك وتكوني انبسطتي معانا النهارده في نقولها. والله بص، انا دايما ربنا بيكرمني بناس احترمهم ويحترموني، كل واحد يا رب يا رب طول ما هو في وسط اهله وحبايبه حواليه وعنده كوبايه شاي بيسقسق فيها البقسماط وصحته تمام، فهو ملك ملوك العالم. الله، دي اجمل رساله اختم بيها الحوار النهارده والحلقه الجميله اللي انا ما كنتش عايزها تخلص، وان شاء الله ما تكونش اكيد اخر مره. يا رب تكون الحلقه نالت اعجابكم. استنونا في حلقه جديده من نقولها بفن. كنت معاكم مؤمن مصطفى. نقولها بفن. قول فور بلايند. نتعلم، نتغير، نتطور. نتعلم، نتغير، نتطور.